هي الصلصه محمره، بس مش عارفه هي طالعه في الكاميرا الصلصه بيضه ليه. بس يعني بره الفيديو المكرونه محمره خالص. بصوا انا هحاول اقربها لكم كده شويه. بصوا الطماطم او بصوا الصلصه، انا ما بعملش طماطم يا جماعه خالص المكرونه، انا بعملها بصلصه اللي انا وريتها لكم. ده طبعا البانيه. انا بس عملت الشويه دول او يعني ايه الكميه دي على قد بس الولاد اللي هياكلوا، وايه وعلى بالليل بقى كده اكمل الباقي. بصوا، مساء الخير مساء السعادة عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. يا رب كده ينعاد علينا رجب وشعبان بالخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان. النهاردة اخر يوم، اخر جمعة في رجب. إيه يا رب كده تنعاد علينا بالخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ارحب طبعا بكل المشتركين معايا، منوريني دايما يا رب كده على طول. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الاول هعمل حاجة اشربها معاكم سخنة. وهنعمل ايه بقى معاكم، وهعمل معاكم ده يعني ايه، ده يعتبر عشاء، لان الساعه دلوقتي 6 او 6 وربع، 6 وحاجه، لو انتوا سامعين الاذان بيأذن. انا جبت هعمل مكرونه سباكيتي يعني. النوع ده حلو قوي قوي يا جماعه. الصلصه دي بيست، نوعها اسمها بيست، حلوه قوي قوي. بصوا ما شاء الله، بصوا اللون بتاعها حلو قوي. دي انا معتمداها معايا من زمان، يعني انا بستعملها على طول من زمان معايا على طول يعني. وجبت كمان فيجيتار، النوع ده برضه حلو قوي، كنور حلو. جبت 3 حار و3 عادي. يعني هعمل ايه، حار وهعمل عادي. وجبت مكرونه سباكيتي، انا هعمل نوع تاني بس انا عشان ولادي صغيرين بيحبوا السباكيتي، فانا هعمل النوع ده ليهم وهعمل نوع تاني. وجبت بانيه، ده طبق، ده الطبق ده نص كيلو، وطبق كمان ده كيلو. جبت كمان ده كيلو، فانا هعمل الايه الكيلو ونص يعني، هعمله لان احنا اصلا بنحب البانيه قوي يعني. فهعمل يعني احنا مع بعض. هعمل الاول بغسل ايدي وهاجي بقى اعمل حاجه سخنه نشربها مع بعض. انا قلت بقى قبل ما اغسل ايدي عشان يبقى بالمره، افتح ده بس الاول وافضيه. بعد ما كل شويه اي راحه جايه اغسل ايدي، فانا ايه يبقى بالمره بقى. اشيل بس دول كده. هغسله بقى كويس قوي، وارش عليه برده شويه دقيق كده، وايه وهرجع لكم بقى. انا شطفته كويس قوي وغسلته، وقلت بقى ايه هنقعه في شويه ميه بدقيق لحد بس ايه ما اسلق المكرونه. نصب الاول الحاجه السخنه لان الميه غليت قوي. عايزه اقول لكم ان انا بفتح الكيس النسكافيه، يعني انا مش عارفه انا ايه الذكاء اللي عندي ده. انا المفروض بفتحه بالمقص او بفتحه بايدي كده، فانا كانت معايا السكينه فقلت استسهل. بصوا عملت ايه، فتحت لي ايدي. يلا الحمد لله. عايزه اقول لكم ان انا موعوده كده. حله سخنه ممكن امسكها بايدي والفوطه تبقى على كتفي، امسك الحله، السكينه تبقى حاميه، تفوت تقوم معوراني. سبحان الله. بس بقول يلا الحمد لله انها بتيجي كده، الحمد لله. هبشر بقى بصلايه كبيره عشان ايه البانيه، لان مش هعمله ببيض. هعمل بقى ايه، انا كنت بعمله برضو ببيض على فكره، مش هقول لا. بس بقالي فتره كبيره قوي بعمله ايه بعصير البصل، واحيانا برضو بسيب تفل البصل فيه. بس انا جايبه دلوقتي بقى المبشره اللي هي سنونها ضيقه دي، لان انا هخلي البصل ايه صغير قوي مبشور، يعني ايه زي الكبه بالظبط. تمام. يلا بشرت بقى البصلايه زي ما انتم شايفينها كده، بصي ناعمه قوي ازاي، بصي حتى بتنزل ميه ازاي. انا بقى هعصرها بايدي كويس قوي واحط عليها بقى التوابل ايه بتاعتنا.
انا حطيت هنا شويه فلفل اسود وشويه ملح. هعمل بس المكرونه الاول لان الميه ايه غليت معايا. هحط الاول ايه شويه ملح. انا حطيت هنا شويه فلفل اسود وشويه ملح. انا هعمل بقى ايه حاجه ايه شفتها وعجبتني، بس انا هعمل ايه انا شفت الطريقه دي بس ببيض. انا بدلت بقى البيض بالبصل. ليه بقى؟ انا يعني ايه عايزه اجرب الطريقه دي، هي عجبتني. انا حطيت هنا ملح وفلفل اسود، وهحط كمان بهار، شويه بهار كده هيديني برضو ايه طعم حلو قوي. وهحط كمان وهحط شويه دقيق بس كده. وهنزل بقى ايه وهنزل بشويه ميه. انت عايزه تحطي لبن حطي لبن، بس انا ايه ده اللي عندي دلوقتي موجود دلوقتي، فانا هعمل ايه شويه ميه بس كده. انا هحط شويه هحط شويه دقيق كمان لان انا عايزه الخليط يبقى سميك شويه بس كده. التتبيله دي او الخليط ده اللي انا ايه هنقع فيه البانيه قبل ما احطه في الفيجيتار، او قبل ما تحطيه في البقسماط لو انت عايزه تحطيه في البقسماط. انا هقلبه بقى كويس قوي واوريهولكوا في الاخر. بصي بقى انا دوبته كويس قوي قوي لان الدقيق بيتكتل في اي حاجه سايبه في ميه في لبن تحس ان هو اتكتل كده. فانا بقى دوبته قوي قوي كده بالمضرب ده. انا عملته في الصينيه دي لان انا عندي كميه ما شاء الله كبيره شويه، فلازم حاجه تكون كبيره. تمام. انا حاولت بقى ان انا على قد ما اقدر ان انا ادوب كل ده. انا هجيب بقى البانيه معايا. انا شطفت البانيه كله، حطيته طبعا في مصفى تصفى عشان البانيه كله مبقاش فيه ميه. صفيته كله من الميه بتاعته. هفضل بقى انزل بقى كده كميه كميه فيه، او ممكن انزل كميه كلها لان انا عندي ما شاء الله الصينيه كبيره فهتاخد الكميه كلها. بصوا بقى نزلت الكميه كلها في الصينيه اللي معايا لان الصينيه ما شاء الله كبيره. تمام. هفضل بقى ان انا انزل بقى البانيه كله بحيث ان الخليط كله يبقى مغطيه. هسيبه بقى شويه كده. انا هعمله على طول يعني مش هاخره، انت بقى ممكن تسيبيه شويه براحتك يعني. فانا هفضل بقى ان انا انزل بس كده البانيه كل قطعه بانيه بحيث انها تتشرب من الخليط ده. فاهمين؟ بس كده. بصوا بقى معايا بالشكل ده ازاي. بصوا اهو. هحضر انا بقى الفيجيتار. يعني انا هعمل عادي وهعمل حار، بس انا هعمل العادي الاول. انا هضغط عليه برضو بايدي بس ما اخليه بس يشرب معايا او يتبل كويس.
عجبتني الفكره اللي هي الموضوع الدقيق ده، عجبتني. بس انا عملتها بميه، ما عملتش بلبن. انت عايزه تعملي بلبن اعملي بلبن. بصي يعني ايه مستويه، يعني ايه البانيه نفسه، قطعه البانيه مستويه. بصوا انا اللي بشيل والله البانيه القشره بايدي. بصوا لا متماسكه يعني، حلو ما شاء الله، حلو. يا بالهنا والشفا. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد واقول لكم باي باي.